67 راحوا جبدوا عميروش والحواس من بوسعاده، داوهم ليتا ماجور جندرمري، حطوهم في الحبس. من بعد التحقيق اللي درتو انا وشدت الرئيس انذاك جات لي بجديد وهو مشكور على ذلك. من بعد ما دار تحقيقات جاب عميروش الحواس ودفناهم في العاليه. في الجزائر وتجي ايش المؤسسه العسكريه الجزائريه صنعت حربا اهليه في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهه البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي الى بؤره لاطماع الاجنبيه. ماذا فعلت المؤسسات العسكريه؟ ايش المؤسسه العسكريه الجزائريه صنعت حربا اهليه في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهه البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي الى بؤره لاطماع الاجنبيه. ماذا فعلت المؤسسات العسكريه؟ لا انا ادافع على نظام الرئيس بومدين، انا ادافع على رئاسه نظام الرئيس بومدين. تفضل. انا اسالك عن المسؤول عن الاغتيالات السياسيه التي وقعت في عهد الرئيس بومدين، واحملك مسؤوليه كل ما تقول لانك تروج كلام خطير حول نظام رئيس بومدين الذي يعتبر العهد الذهبي منذ استقلال الجزائر في هذا البلاد. هناك ايضا اتهامات كثيره موجهه اليك من المرشحين الاخرين وعلى راسهم يوسف الخطيب مرشح الرئاسه الذي يتهمك بان لديك ملفا يتعلق باختلاسات تضمنت اكثر من 40 مليون دولار اثناء توليك المسؤوليه في الفتره من 64 الى 78، وان هذه الاشياء لا زالت مفتوحه امام مجلس المحاسبه.